اهلا. عايز تتعلم اكتر 5 مهارات هيفرقوا عندك كتير جدا في 2026 في البرمجه؟ تابع الفيديو. انا محمد وحشي، بي جي سكريبت، بنعلمك البرمجه بخبره اكتر من 10 سنين. اول واحده، اكتر حاجه انا بنصح بيها، اي اي كودينج اند برومبت انجينيرنج. اتعلم ازاي تتعامل مع الاي اي ان هو يطلع لك كود ستيبل وكود تقدر تطلع بيه برودكشن، تقدر تطلع ويب اب من خلال الاي اي، بس من خلال ان انت تنقل افكارك وتتعلم ازاي تخاطب الاي اي بان هو يطلع لك اوتبوت مينتينبل وتقدر ان انت تطلع بيه برودكشن وتعمل لنفسك بورتفوليو قوي. الشركات دلوقتي بتدور على اللي بيعرف يستخدم الاي اي عشان يسرع لها التسليم. ممكن تبدا تشوف امثله جاهزه وبعد كده تطور من نفسك عادي جدا. تاني مهاره، داتا ستراكشر وبروبلم سولفنج، ودي بقى العضله الاساسيه لاي مبرمج او لعقل اي مبرمج. طيب ابدا فيها ازاي؟ حط لنفسك تشالنج وحاول تحله. بزنس تشالنج مثلا، عاوز تقدم خدمه معينه وعاوز تخليها اسهل حاجه بالنسبه لليوزر وللعميل، ابدا على ليد كود، كود فورسز مثلا، حتى لو مستوى بسيط جدا، بس ابدا حل تشالنجز كده عشان تعرف ازاي تطور طريقه تفكيرك بحيث ان انت تكون بتطلع اوتبوت باسرع طريقه وباعلى كفاءه ممكنه. ثالث حاجه، سيستم اركتكتشر وكلين كودينج. اللي بيفرق مبرمج شاطر عن مبرمج لسه مبتدئ هو طريقه تفكيره وطريقه تنظيمه للكود، علشان ده بعد كده هيفرق معاك لو حبيت تزود خصائص للسيستم بتاعك او لو حبيت تعرض شغلك ده في اي فرصه شغل تانية. طيب ابدا ازاي؟ الحقيقه دي طريقه تفكير. ابدا اقرا مقالات عن الكلين اركتكتشر، الكلين كودينج الجديد دايما في الكلين كودينج، ازاي احسن الكود بتاعي، ازاي استخدم ديزاين باترنز جديده بحيث ان هي تفرق معايا في البرفورمانس. مع الوقت هتلاقي الحاجات دي بتسترجعها اوتوماتيك وانت بتحاول تكتب كود. رابع حاجه، اي بي ايز اند انتجريشنز. اي سيستم في الدنيا بيكلم سيستم تاني. دلوقتي بقى ما فيش سيستم واحد بس هو اللي بيطلع لك كل الاوتبوت، بيعدي على كذا لايرز، فدايما هتلاقي في سيستمز بتكلم بعضها. اتعلم ازاي تتعامل مع ريست اي بي ايز، بعد كده خش في جراف كيو ال، بعد كده استخدم حاجات جاهزه زي مثلا سترايب او فاير بيز. خامس حاجه والاخيره، سيستم ديزاين. المهاره دي هتفتح لك ابواب شغل كتير. ابدا تفهم الكيوز، اللود بالانسرز، الكاشنج بيتم ازاي علشان خاطر تقدر تدخل جوه عقل السيستم بيشتغل ازاي، وتقدر تديزاين انت سيستم بنفسك وتقدمه باعلى كفاءه ممكنه واقل مجهود ممكن. دي فعلا اقوى 5 مهارات في 2026 هتفرق معاك جدا عن اي حد تاني. لو عايز تشوف فيديوهات اكتر من دي تابعني او احفظ الفيديو ده عندك علشان تتعلم تبدا صح.